السلام عليكم الإخوان. أول حلقات صفحة كونترول باس مع كوتش المهدي اللي غنطرقوا فيها كرة القدم الوطنية وكذلك الدولية، الأندية الوطنية والأندية الدولية. هذه الصفحة اللي جات نظرا للاهتمام ديالنا بكرة القدم وكذلك الميدان ديالنا. أول حلقة ديال اليوم غنطرقوا لواحد فريق من الفرق العريقة بالمملكة المغربية اللي حاليا ما كاينش اللي كيتكلم عليه، لا من ناحيه الجهه ديال الفريق وكذلك من ناحيه كره القدم الوطنيه. الفريق هو النهضه الرياضيه القنيطريه، حاليا يقبع في اسفل المراتب يلعب في عصبه الغرب اقسام الشرفيه. الفريق اللي كنشوفوا بانه تاسس سنه 1949، معروف في الاوساط الكرويه القنيطريه بفريق النهيضه الرزوزي كما يحلو للجميع التسميه ديالو. وكان هذا الفريق هذا هو كيشكل قاعده جماهيريه كبيره وكذلك خزان الانديه الوطنيه كذلك. والفريق راه اصلا كان كيلعب في القسم الوطني الاول، وكان هناك ديربي كبير في مدينه قنيطره ما بين النادي الرياضي القنيطري وكذلك الرزوزي النهضه القنيطريه. الفريق اللي تاسس في 1949 وكان انجب لاعبين كبار اللي لعبوا وطعموا الانديه الوطنيه وكذلك المنتخب الوطني المغربي. مع الاسف حاليا كما قلنا سابقا بانه يلعب في الاقسام الشرفيه في عصبه الغرب. الفريق اللي تاسس سنه 1949 ولعب 3 ديال النهائيات ديال كاس العرش. الفريق اللي لعب نهائيات وكذلك بالاشاره بانه لعب الدور التمهيدي لكاس الاتحاد الافريقي. غادي نطرقوا لهذا الامر في باقي الحلقه. الفريق تأسس سنة 1949 كما قلنا. المؤسس ديالو عبد الرحمن ليخي المعروف بالكريك، راه معروف في الأوساط القنيطرية. لاعب أول نهائي لكأس العرش في 1978 وانهزم في ملعب ثانية الرمل مع الوداد ب 3-0. المرة الثانية لعب 82 ضد فريق الرجاء الرياضي البيضاوي في المقابلة الشهيرة في مركب محمد خامس، وكان الحضور ديال المغفور له صاحب الجلاله الحسن الثاني، وانهزم مع الرجاء ب1-0. ماتش اللي كان فيه بوليميك كبير، وانهزمت النهيضه الرزوزي ب1-0 مع الرجاء وضيعوا اللقب الثاني والنهائي الثاني. اخر نهائي لعبوه النهيضه سنه 1984 كذلك لعبوا في كازا في ستاد دونور وانهزموا بصعوبه مع لي فار فريق الشمالكي ب1-0. 85 النهيضه مثلات المغرب في كاس الاتحاد الافريقي وانهزموا مع جون دارك السنغالي ب1-0. في 1987 الفريق كيغادر القسم الوطني الاول الاقسام في الاقسام الاول والثاني وكذلك ينحدر شويه بشويه توصل الاقسام السفلى. يلعب حاليا في الدرجه في القسم الثاني من العصبه ديال الغرب. يعني كيفاش كتصوروا لولا الالطاف ولولا بعض الغيورين على الفريق وبعض اللاعبين القدامى كان الفريق حاليا ما كيتواجدش كما بزاف ديال الفرق الوطنيه. حاليا الفريق باقي في قسم الشرفيه. غادي نرجعوا الاسباب بطبيعه الحال. دائما الفرق الكبرى والفرق الصغرى كيفاش كيوصلوا لهذا الحال؟ يعني اول حاجه الامور السيريه. الفريق عاش عده امور وعده مشاكل، منها السيريه منها ماليه منها استراتيجيه ديال النادي. ما كانش واحد استراتيجيه اللي كبيره. بغيتي شي فريق ينجح راه خصك استراتيجيه، السونتر دو فورماسيون، عندك موارد ماليه، عندك قاعده جماهيريه، عندك دعم من المجالس المنتخبه، عندك بزاف ديال الامور. النهيضه حاليا خاصها واحد الالتفاته اللي كبيره. الامر ماشي مستحيل وماشي صعيب، الامور عاديه، تضافر الجهود لا في المدينه لا من المجلس. راه قادرين باش الفريق يرجع كما كنقولوا يرجع غير القسم الوطني الثاني. حاليا هناك استثمارات كبيره اللي كدير الجامعه. نتمنوا حتى من الجامعه الملكيه تلتفت ولو شيئا ما لهذه الانديه هذه. بطبيعه الحال الجامعه راه عندها الامور ديالها، الفرق راه كيسيروا المسيرين ديالهم، ولكن حنا كما قلنا حشومه وعار الانديه العريقه في كره القدم الوطنيه ينتصروا. مثلا النهضه القنيطريه، حنا هذه اول حلقه اللي غادي نطرقوا لهذا الفريق هذا، وغادي نجي مع الوقت شويه بشويه غنحاولوا نطرقوا لجميع الانديه المغموره واللي حاليا
كما كنقولوا نحيدوا عليهم شويه ديال الغبره باش يبانوا في الواجهه ولو من هذه البوابه الصغيره ديال صفحه كونترول باس مع الكوتش المهدي. حاليا كما قلنا، والاسباب اللي خلات الفريق ينحدر الامور الماديه والامور السيريه، نتمنوا يكون شي رئيس اللي عنده استراتيجيه، وبطبيعه الحال اليد الواحده لا تصفق، خصو دعم مادي لا من الجهه لا من المجلس باش نشوفوا هذا الفريق كيرجع الاموال القسم الوطني الثاني والقسم الوطني الاول. نتمنوا هذه النافذه الصغيره اللي خدينا وفكرنا فيها باش نهضروا على الانديه الوطنيه تكون لاقات الاستحسان ديالكم. نتمنوا الا كان المحتوى في المستوى واحد لايك وواحد الاشتراك القناه، وكنتمنى تكتبوا لي في التعاليق ديالكم شنو هو الفريق اللي كتشوفوه حاليا خاصنا نهضروا عليه باش يبان في الواجهه الكرويه. تحياتي لكم.